السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على وحده من ابشع واغرب الجرائم اللي عرفتها امريكا. قضيه ديال عائله ماكستاي اللي اختفت كامله وما بقى ليها حتى اثر. شنو وقع؟ بقاو معايا وغادي تعرفوا القصه كامله. باش نعرفوا شنو وقع غادي نرجعوا لنهار 4 فبراير 2010. العائله كتكون من اب سميتو جوزيف في عمره 40 عام، والام سميتها سامر وفي عمرها 43 عام، وعندهم جوج وليدات، جياني اللي عنده 4 سنين وجوزيف الصغير عنده 3 سنين. هو وبا عندهم نفس السميه. سامر كتخدم بداكشي اللي عنده علاقه بعقارات يعني سمساره، وجوزيف خدام في شركه نتاع النافورات. حياتهم كانت باينه عليها انها مستقره وعايشين بخير. في ذاك الوقت العائله كانت دايره انتقال جديد ودخلت تسكن في دار جديده في كاليفورنيا، وبداو كيوجدوا الدار ويصبوها ويفرشوها. القضيه بدات منين الكاميرا ديال المراقبه ديال الجيران شدات طوموبيل خارجه من الدار نتاع جوزيف ماكستاي، وكانت ممكن تكون ديال جوزيف حيت ما بانتش في الكاميرا مزيان. في هذه اللحظه بداو الاقارب والاصحاب كيحاولوا يتصلوا بعائله ماكستاي، ولكن ما كان حتى شي واحد فيهم كيجاوب. وهنا بداو كيتنوقشوا. واحد من صحاب جوزيف وكان حتى هو خدام معاه في الشركه وكيعتبروه شريكو، سميتو تشيز ميريت. في نهار 4 فبراير 2010 مشى للدار باش يسولو على شي حاجه الخدمه ويطمن عليه. بدا كيدق الباب وكيشوف من شرجم، ولكن ما لقى حتى شي حد. رجع من بعد ايام، وهاد المره رجعوا معاه مايكل اللي هو اخو جوزيف. مايكل طلع على الحيط ودخل من الشرجم وبدا كيقلب في الدار واش كاين شي حد ولا لا، ولكن حتى واحد ما كان. هنا بدا كيشك انه شي حاجه ماشي هي هذيك كاينه. اللي كان غريب بزاف هو الكلاب ديال العائله اللي كانوا دائما كيبقاو في الدار واخا العائله ما كتكونش، ولكن هاد المره لقاوهم برا في الجرده نتاع الدار جيعانين بلا ماكله بلا شراب، وهذا الشيء ماشي من عادتهم. وكاين ماكله بقات فوق الطبله ديال شي حد كان كياكل وخلاها، والبيض مهرس كان شي حد بغى يطيبو وخلاه، وبنانه مبديه وتفاحه معضوضه وواحد الكنبه فيها الدرا مشتته فوق منها. هادشي كيعني ان شي حاجه وقعات خلات العائله يخرجوا كلهم فجاه. مايكل شاف الامور ماشي عاديه ومشى دغيا بلغ البوليس. بعد 2 سيمانات تقريبا من الاختفاء، البوليس ملي جاو فحصوا الدار وما لقاو حتى دليل ديال الكسر، يعني ما كاين والو اللي يبين باللي الدار تسرقات ولا وقع فيها اعتداء. فالبوليس اعتقدوا انهم مشاو مزروبين من الدار ولا كانوا كيهربوا من شي حاجه، فما يمكنش يكونوا خلاو هاد الروينه كامله ومشاو يسافروا. من بعد البوليس بدا كيدير التحريات ديالو، ولقاو السياره ديال جوزيف كاينه قريبه من مول حدا الحدود ديال المكسيك، وهذا الشيء في 8 فبراير 2010. فمن هنا جاتهم فكره نتاع واقيلا يقدروا يكونوا سافروا بالزربه ولا سافروا ما بغاو يقولها لحتى شي واحد. البوليس فاش فحصوا الحاسوب ديال العائله لقاو بلي كانوا كيقلبوا في جوجل على كيفيه السفر للمكسيك، كيفيه تعلم اللغه الاسبانيه. وفاش فحصوا كاميرات ديال الحدود شافوا عائله داخله للمكسيك، راجل ومراه وجوج دراري صغار. البوليس في هذه اللحظه رجح باللي يمكن عائله ماكستاي سافرت للمكسيك متعمدين بلا ما حتى شي واحد يعرف من العائله ولا من الاصدقاء. وفعلا في 2013 البوليس اعلن رسميا باللي العائله سافرت للمكسيك بلا حتى شي واحد ما يعرف. لكن العائله ديال جوزيف وسامر ما تقبلوش هذه الفرضيه، وقالوا هذا الشيء ماشي من طبيعه جوزيف وسامر، وماشي معقول يسافروا بلا ما يقولوها لتا شي واحد. الام ديال جوزيف قالت انا هذاك اللي مشدود في الكاميرا ماشي هو جوزيف، حيت شريك ماشي المشيه ديالو. والاخت نتاع سامر حتى هي قالت انا الباسبور ديال سامر كان منتهي الصلاحيه وما يمكنش تسافر به، وزيد عليها كان في حسابهم البنكي مبلغ كبير، فلو كانوا ناويين يسافروا غادي ياخذوا معاهم الفلوس ديالهم، علاش غادي يخليوهم تما؟ وزائد ان الفلوس بقاو في البنك ما تحركوش. وهذا الشيء اللي خلى فرضيه ونظريه البوليس ان عائله ماكس سيسافروا فرضيه ضعيفه. في هذه الفتره بداو كيخرجوا اشاعات بزاف على هذه العائله. شي وحدين قالوا ان سامر كانت على علاقه بشي راجل اخر وعاونت قتل جوزيف، واخرين قالوا ان جوزيف هو اللي كان خائن وقتل مرته. لكن كل شيء طلع اشاعات، وكيبقى اللي قريب من الحقيقه هو تشيز ميريت اللي هو صديق ديال جوزيف، اللي كان اول واحد يكتشف هادشي اللي وقع. وكان اخر اتصال من جوزيف الميريت وما جاوبش. فاش كانوا سولوا علاش ما جاوبش قال لهم انه ما شافهاش حيت كان جالس مع الصديقه ديالو كيشوفوا فيلم.
وما اهتمش وقال انه ما غاديش تكون شي حاجه لي مهمه حتى من بعد يصوني عليه. المهم البوليس بداو كيركزوا على تشيز ماريت حيت كانت عليه علامات استفهام كثيره. كان عنده ديون كبيره وكان كيتسلف بزاف من جوزيف وكان كيلعب القمر وديما خاسر. وحتى في الاستجواب البوليس ملي داروا ليه اختبار ديال بيان درجه الكذب من بعد ما داروه المقربين ديال العائله، خرج ميريت وقال لهم ان كل شيء كان مزيان وكان الاختبار عادي، ولكن خرجت النتيجه ماشي مزيانه. ولكن حيت ما عندهم حتى دليل على ميريت خلاوه يمشي حتى نهار 13 نوفمبر 2013. من بعد 3 سنين من اختفاء ديال العائله وقعت المفاجاه اللي غيرت تماما مسار ديال القضيه وكشفت الفاعل ديال الجريمه. واحد الشخص كان سايق موطور، كان دايز من منطقه اللي طبيعتها صحراويه ووقف حيت شاف شي حاجه ماشي هي هذيك. لقى جمجمه ديال انسان. صنع البوليس وقال لهم شنو شاف وجاو وداروا تحليل DNA نتاع الجمجمه. من بعد بداو كيحفروا حدا الجمجمه حيت ديك البلاصه كبيره بزاف ولقاو في حفره عميقه فيها 4 جثث. ملي داروا ليهم التحليلات ديالهم لقاو هادوك الجثث نتاع الاب وجوزيف الصغيور وجياني اللي عنده 4 سنين وسامر. ولقاو واحد الصك اللي كبير فيه أداة الجريمة اللي هي مطرقة اللي تقتلوا بها. وكان حدا جوزيف اللي هو الأب واحد السلك كهربائي داير له على عنقه من بعد ما هرسوا له رجله. نهار 7 نوفمبر 2014 البوليس شد ميريت وتوجهت ليه التهمة ديال القتل كمتهم رئيسي. لقاو عنده سوابق إجرامية من 1970 حتى 2001 والجرائم كانت كاملة عبارة على سرقة احتيال. ميريت تسجن واحد الفترة اللي طويلة وخرج في 2001 وكان تحت المراقبة حوالي 20 سنة. تحقيقات بينت على أن نهار الجريمة جوزيف وميريت كانوا مجتمعين ووقع بيناتهم خلاف لحقاش ميريت خدا مبلغ كبير من الشركة بلا ما يقولها لجوزيف. جوزيف هددوه بأنه غادي يمشي يبلغ به للشرطة ويدخلوا للحبس. ومشى جوزيف للدار ديالو وميريت تبعه. وهذا الشيء اللي لقطاته شبكة الرصد من التليفون تاع ميريت. ملي وصل ميريت دخل كانوا الاطفال كياكلوا وسامر كتصبغ في الدار وجوزيف طلع للغرفه ديالو. ميريت خدام طرقه اللي كانت في الدار وطلع لعنده. بغض النظر واش شافوه وهو طالع لعند جوزيف ولا لا، كان من طبيعي اصلا ميريت كيجي في اي وقت وكيتصرف بحال انه شي حد من العائله. فطلع عنده وهرس ليه رجليه باش ما يتحركش ومن بعد قتل مراته وولادو ورجع لعند جوزيف وخنقوا بالسلك ودوروا ليه على عنقه وضربوا بالمنطقه حتى مات. من بعد جمع الجثث ودفنهم في ديك البلاصه اللي لقاوهم فيه في ديك الصحراء. فشبكه الرصد لقطات اشاره من تليفون ميريت في البلاصه اللي دفن فيه الجثث بربعه. ومن بعد رجع ميريت للدار نتاع العائله ماكستاي وصونا من تليفون جوزيف لتليفونه باش يوهم البوليس ان جوزيف كان عايش في هذاك الوقت. المحللين الجنائيين لقاو الحمض النووي ديال ميريت في البلاصه ديال السياقه في الطوموبيل ديال عائله ماكستاي وبالضبط في الكيدون وفي الفيتاس ديال الطوموبيل باش يثبتوا ان ميريت هو اللي كان سايق الطوموبيل في نهار الجريمه وحتى حدا المول جنب حدود المكسيك. اثناء المحاكمه ميريت كان كيتماطل وكيبدل كل مره المحاميين باش يطول ويأخر اجراءات المحاكمه. واخيرا نهار 21 يناير 2020 تحكم على تشيز ميريت بالمؤبد بتهمه القتل العمد. وهنا سالت القضيه ديال اليوم. خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات وباي باي.